السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنقدم محاضرة من نوع جديد، وهي حاجة اسمها قوة العادات الصغيرة. ما شعرتش في يوم كده إنك عاوز مثلا تعمل مشروع كبير أو إنجاز كبير، تبدأ يبدأ إحساسك بعد كده، بعد الدافع الكبير اللي كان عندك، إن هو بدأ يتلاشى تدريجيا؟ طيب، عندك أهداف طموحة مثلا محددة عايز تحققها، زي مثلا عاوز تتعلم لغة أو تقرأ كتاب كامل. المشكلة ما تبقاش فيك أنت كبني آدم، ولكن في حاجة اسمها قلة، ولا في قلة الإرادة فيك، ولكن اللي بتعاني منه هو مشكلة موجودة في فهمنا احنا الخاطئ، فهمنا الخاطئ لآلية التغيير والتطوير اللي هنتكلم عنها في المحاضرة دي. أولا لازم نعرف احنا ليه بنفشل في تحقيق الأهداف الكبيرة. احنا كبشر بنميل للتفكير في التغيير، عاوزين نقفز قفزة كبيرة. يعني مثلا واحد عاوز يخس مثلا 20 كيلو، عاوز يصحى الصبح يلاقي خس ال 20 كيلو. لا، ده ما ينفعش. عشان اعمل هدف كبير زي ده بيتطلب جهد كبير جدا. فدايما لما بنفكر في هدف ضخم بيكون حماسنا في البداية كبير قوي، و ودافعنا مرتفع قوي جدا، ولكن بيبدأ وقود الدافع ده بينفذ بسرعة، زي بنزين من العربية كده. الطلعة الأولى بتبدأ باستهلاك بنزين كتير، بعد كده بيبدأ يقل. طيب، بعد كده بنوصل لمرحلة الاختفاء والتلاشي هذا الدافع، وبعد كده بنبدأ نشعر بالإحباط أكتر ما بدأنا. وعشان كده لما بنيجي نحلل ظاهرة زي كده بيبقى واضح إن عقلنا متصمم على الاستمرارية في الفعل، متصمم على الاستمرارية في الفعل والممارسة، وبعيد عن التعقيد والمجهود الشاق. طيب، يبقى احنا بنفشل عشان بنبص لهدف ضخم جدا. بنبدأ الأول بدافع كبير، والوقود الاحتراق بتاع الدافع ده بيبدأ بيحرق بنزين كتير، بعد كده بيبدأ يتلاشى يتلاشى يتلاشى. طيب، دي عرفنا ليه بنفشل في الأهداف الكبيرة دي. طب تاني حاجة، في حاجة اسمها قوة العادات الصغيرة. تخيل كده انك اصبحت افضل بني ادم في شيء معين بنسبة 1% كل يوم. هي هتبان لك النسبة دي، ال1% ده، انها ضئيلة جدا، ولكن في الواقع العملي على مدار سنة كاملة هتتطور بنسبة 37% في العادة دي. فمهما كانت البداية، والمفهوم ده بيسمى بالقوة المركبة للعادات. يعني ايه؟ العادة دي انت تبدأ تستخدمها يوم ورا بعض يوم ورا بعض يوم، تفضل مستمر فيها لغاية ما تمارسها، توصل لمرحلة فيها ان انت بتمارسها بشكل احترافي. فبالتالي بتعمل عندك حاجة اسمها قوة المركبة للعادات. دايما العادات الصغيرة او الصغيرة بتكون على شكل افعال بسيطة. الافعال البسيطة دي ما بتحتاجش لإرادة قوية جدا عشان احنا ننفذها، وممكن
تعملها في اكتر الايام، يعني في اكتر الايام حتى لو كنت منشغل. مثلا على سبيل المثال، انت بتقول انا راجل عاوز امارس الرياضه، هل هبدا بان انا ابدا امارس الرياضه ساعه يوميا؟ لا، يبقى انت كده بتضحك على نفسك. طب هعمل ايه في البدايه؟ هبدا في البدايه، ابدا ب5 دقايق ممارسه رياضه، مثلا تمارين ظهر، على تمارين رجل، على تمارين ايد، تمارين صدر، وهكذا، ونوع كل يوم 5 دقايق 5 دقايق 5 دقايق. بعد كده هنبدأ تديلك دافع اكتر وانت بتمارسها، ان انت تمارس اكتر، فبتنجح في اداء مهمتك البسيطة، وبتديلك شعور بالانتصار. الشعور ده بيبدأ يخلي الجسم يفرز مادة تسمى مادة الدوبامين، بتمنحك شعور بالرضا والتشجيع عن ايه؟ على الاستمرار. قوة العادات الصغيرة هي نظام حياة مش هدف مؤقت، يعني نظام حياة بمشي فيه، مش هدف مؤقت انا بقف عنده. وعشان في حاجة بقى، طيب احنا عرفنا قوة العادات الصغيرة دي ايه، وان احنا ما نعملش اهداف كبيرة بحيث ان احنا نحبط من اول مرة. طب ازاي نبني عاداتنا الصغيرة دي؟ ازاي نطبقها؟ عشان نطبق مبدأ قوة العادات الصغيرة دي، بنحتاج ل3 حاجات بنعملها، وهي حاجات من عملية ومجربة. أول حاجة، ببدأ بحاجة صغيرة وبسيطة، لدرجة إن أنت يعني إيه؟ لدرجة إن أنت تستطيع إن أنت تعملها جملة، ولكن لما تمشي فيها جزء جزء هتوصل للجزء الأكبر. يعني إن أنا مثلا قلت عاوز أحفظ قرآن، حاجة أحفظ لي جزء كامل مش هقدر، لكن لما اجي وبعد كده هيجي لي وقت واقف، يبقى كده كاننا ما عملناش حاجه. طيب لما اجي امسك لي مثلا كل يوم احفظ لي 5 ايات، 5 ايات مش هياخدوا منك 10 دقايق بالظبط في الحفظ، واليوم اللي بعديه 10 ايات 10 ايات، فلما تيجي تضرب 5 في 30 ب150 آية في الشهر، يعني معنى ان احنا هنحفظ قرب جزء كامل في شهر كامل. وهكذا هقدر احفظ ال30 جزء على 30 شهر، يعني ما يساوي 2.5 سنين، واكون حفظت كتاب ربنا. ده كمثال. طيب يبقى احنا عرفنا ان من خلال الاعداد الصغيرة ممكن نوصل للاهداف الكبيرة، بس على المدى الطويل. طيب تاني حاجة ايه هي؟ ان انا اخلي المهمة بتاعتي سهلة ومتاحة، اعمل لها اخلق لها او اصنع لها بيئة تناسبني، ويكون ما فيهاش عقبات، او العقبات فيها قليله. يعني مثلا لما اجي اقرا كتاب، اخلي الكتاب بتاعي مثلا جنب السرير في متناول ايدي، اقدر افتحه كل يوم مثلا 5 دقايق، اهيئ جو الاوضه اللي انا هقعد فيها عشان ان انا مثلا اقرا لي كتاب او اذاكر او كده. فبتعمل عمليه ايه؟ ان انت بتضيف حاجه جديده في حياتك وروتينك اليومي، وبالتالي من خلال ده انت بتستفاد من هذا الروتين، او بتستفاد من القيمة المضافة لهذا الروتين. طيب تالت حاجة انا بعمل ايه؟ بعمل حاجة اسمها الاحتفال بالانتصارات الصغيرة، وتابع تقدم، بحيث ان ممكن استعين بيه في رؤية التقدم ده. زي مثلا لما اجي عملت حاجة كويسة، انجاز صغير، حتى لو انجاز صغير قد كده،
ابدا، يعني انا مثلا حفظت 5 اجزاء من القران، اكافئ نفسي بحاجه تسعدني تفرحني ان انا حققت الانجاز الصغير ده، باي حاجه تدخل عليا السرور والسعاده ولو لفتره مؤقته. ده هيديني دافع وتشجيع اكتر على الاستمراريه. لكن ان انا ما جازيش نفسي او احتفل بانتصاري او بحتفل بالانجاز ده، هيديني نوع من الاحباط وعدم الاستمراريه، وبالتالي هنسى الايه الهدف، وهنسى الممارسه، وهنسى الاستمراريه، وهنسى التغيير اصلا. يبقى اذا كده لما اجي احتفل بانتصاري بيقوي الدافع الايجابي عندي في دماغي، وبيربط سلوكي الجيد ده بشعور المكافأة. طيب دايما لازم نفتكر دايما التغيير حقيقي مش حاجة كبيرة، مش حدث كبير يعني بيكون مرة واحدة، لا، ده مجموعة متسلسلة من الإجراءات الصغيرة اللي بتتراكم بمرور الوقت. العادات الصغيرة دي هتوصل انها تكون اهداف كبيرة. طيب التراكمات في العادات الصغيرة دي مش بس، هو بيوصل كمان لمسارات عصبية جديدة في دماغك بتبدأ تجعل السلوك الجيد تلقائي وسهل. فعشان كده لابد ان احنا نختار عادة صغيرة ونبدأ عملها ونشوف التغيير اللي حصل فيها، ومجرد قطرات صغيرة بمجهود قليل ومستمر بيتحول لمحيط من الإنجازات. ونفتكر دايما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الحديث الشريف ده منارة إن احنا نبدأ بتغيير نفسينا من خلال العادات الصغيرة اللي بتتحول مع الاستمرارية لأهداف كبيرة نقدر نحققها في الحياة، سواء على المستوى الديني، سواء على المستوى العلمي، سواء على المستوى العملي، سواء على المستوى الحياتي بأكمله. واللي احنا بنقوله ده كله بيبدأ من إدارة الذات إلى إدارات المؤسسات إلى إدارات الدول والشعوب. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم، وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنساش التغيير، ابدأ بتغيير نفسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.